الجبنه القريش مغذيه، محدش بقى يقول لي نباتي. بصوا غنيه عن التعريف. عايزه اقول لكم لو فيتامين د الكالسيوم نقص من جسمك نومك هيقل، هيبقى في توتر في النوم، هيبقى في عصبيه، هيبقى في اكتئاب، هيبقى في حاجات كتير. فحاولي على قد ما تقدري وانت بتجيبي الجبنه اللي فيها زيوت نباتيه هاتي الجبنه القريش حتى لو مره في الشهر. يعني بجيب الطبق ده مثلا كيلو ب 80 جنيه وبستخدم معاه علبتين وساعات 3 على حسب يعني الحلو اكلهم من الجبنه الزيوت النباتيه دي او الدهون النباتيه، معرفش اسمها ايه. كرتونه البيض، كرتونه البيض النهارده وصل سعرها ل 145 والفراخ رخيصه. لو خدت بالكم هتلاقي لما الفراخ بتغلى البيض بينزل والعكس. لما الفراخ بتنزل البيض بيغلى، ليه محدش عارف. وكان في واحد في نفس السوق بينده على الكرتونه ب 100 جنيه والله العظيم، بس انا خفت اجيبها اكيد فيها مشكله، مركونه بايظه معرفش ايا كان ظروفه يعني. فانا في واحد بجيب منه وضمناه وصراحه يعني محمود اللي في سوق منافذ الخير ده كويس وابن حلال ومش داعي ليه ويستاهل كل الخير في الدنيا. وحاولوا تجيبوا من السوق، الناس السوق عندها اتحرق وربنا عالم بحالها. كرتونه البيت لو انت عريس وعروسه كفايه عليكي في الشهر، لو انتوا اسره ممكن تجيبوا نص كرتونه تاني. ده بالنسبه لكرتونه البيت. والجبنه ايه تاني بقى في تلاجتك؟ عسل وبابا غنوج، الحاجات دي كلها بسيطه والله. لو جبتيها ب 10 جنيه هتعمل معاكي كميه. يبقى ب 10 جنيه عسل اسود من السرج هيتجاب، او هاتي نص كيلو زي ما انت حابه، او هاتي البطرمان. كرتونه البيض بتنجان اليومين دول كيلو وربع و10 وب 10 جنيه. هتجيب الحاجات دي هيبقى عندك 4 اصناف ينفعوا معاكي عشاء، ينفعوا معاكي فطار، ينفعوا معاكي سندوتشات لو في دروس في مدرسه، في مثلا ابنك رايح مع صحابه ايا كان. المهم يبقوا في بيت تلاجتك دول بيستروا البيت فعلا، بمعنى يستروا البيت. انا عندي التلاجه فيها فراخ ولحمه بس ما عنديش ولا بيض ولا جبنه ولا بابا غنوج ولا الكلام ده، فحسيت ان البيت عريان. نزلت فعلا جبت الحاجات دي في حين ان عندي فراخ ولحمه وصلصه وخضار مفرزه. هتفرق معاكي تريكات بسيطه ومش هتاخد منك 200 300 جنيه. صلي على الحبيب قلبك كتير. هحاول على قد ما اقدر املى لك تلاجتك باقل الاسعار واكتر اصناف موجوده في السوق وتكون مغذيه. اسعي، حاولي دبري، يا رب اللي يكبر بخاطري يرزقه اضعاف ما يتمنى.